بيقولوا البيوت أسرار، بس الحقيقة إن في ناس اليومين دول خلت البيوت أخبار. خدي بالك، الكلمة اللي بتطلع من بابك مبقتش ملكك، دي بقت سيف على رقبتك. اللي بيحصل جوه بيتك أمانة في رقبتك. إزاي تحمي خصوصية بيتك؟ أهلا بيكم في قناتي هنحكي مع روح. إزاي تحمي خصوصية بيتك وتكوني الست الرزينة اللي الكل بيعمل لها حساب؟ أول حاجة عاوز أعرفهالك إن أهلك بيشيلوا مش بيحلوا. يا ست الكل، أهلك بيحبوكي، ولما تحكي ليهم على تاتش بسيط حصل مع جوزك أو حماتك، هما نارهم بتفضل قايدة، وإنتي اللي ممكن تتصالحي بكلمة وتنسي في ثانية. فبلاش تخلي أهلك يشيلوا هموم إنتي قادرة تحليها بشوية ذكاء. حبيبة قلبي، الست اللي بجد هي اللي بيتقال عليها بير غويط، سر بيت عيلتها بيندفن عندها، وسر بيتها ما يعرفوش حتى أقرب الناس ليها. تفتكري الناس بتحترم مين أكتر؟ اللي بتحكي كل حاجة ولا اللي كلامها بحساب؟ أكيد طبعا اللي كلامها بحساب وعندها خصوصية. حاجة ضرورية عاوزاكي تعرفيها، إن هيبتك في صمتك. فلما انت تنقلي الأسرار انت كده بتهزي صورتك، بتباني قدام أهل جوزك إن انت بتنقلي الأخبار، وقدام أهلك إن انت مش مستقرة. خلي عندك هيبة وخلي عندك وقار، ودول بيجوا من إنك تكوني متحكمة في لسانك، مش لسانك هو اللي متحكم فيكي وسايقك. حبيبة قلبي، بيتك هو مملكتك، فخليكي دايما السور العالي اللي محدش يقدر يتخطاه. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش اللايك عشان الفيديو يوصل لغيرك، والاشتراك عشان يوصل لك كل جديد. سلام عليكم.